السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي في الله، منوريني ومشرفيني وجودكم على راسي من فوق. النهاردة كده هعمل لكم أكلة خفيفة جميلة ظريفة طعمها حلو جدا، وهي صينية بطاطس بالسجق مع أحلى وأجمل وأطعم صينية رز معمر في الفرن. أول حاجة كده، زي ما انتوا شفتوني لما بدأت لكم الفيديو كنت بغلي اللبن، ولو ما غليتيهوش يبقى يعني لو كان مغلي عندك قبل كده لازم انت تطلعيه وتسخنيه لحد برضه درجة الغليان. وجبت كده البطاطس ورحت جيت مسكتها قشرتها وخرطتها بالمنظر دوت. لازم الخرطة تكون بالحجم ده عشان ما تتهريش منك، وفي نفس الوقت تبقى قطمتها حلوة معاكي كده في الصينية. انا هنا بقى جيت جبت الرز بتاعي، بعاير الصينية بتاعتي. انا معايرها 5 مجات من المجات اللي هي ديت. كل واحد هيبقى حسب الصينية. انا عاملة عندي اكبر صينية اللي هي ديت. غسلت الرز هنا، مبنقعهوش يا جماعة. غسلته ورحت جيت حطيته في الصينية. لازم يبقى الصينية معيارها بالمنظر دوت، ان انت تبقي سايبة فيها فراغ كويس عشان خاطر طبعا زي ما انتوا عارفين الرز بيزيد. جيت هنا حطيت الملح اللي هو بتاع حدق الصينية، ورحت جيت نازلة عليه باللبن بالشكل ده. لما بتزودي اللبن في الرز بيديله طعم طبعا حلو جدا وفايدة، يعني فايدة او قيمة غذائية رهيبة طبعا. انا بدوب هنا الاول الملح، وبعد كده بروح نازلة بكمية اللبن اللي معايا بالشكل دوت، وبروح جايه مقلباه كويس جدا. لازم تقلبيه حلو قوي عشان تتاكدي ان الملح داب وتوزع على اللبن كله في الصينيه كلها، ما تبقاش فيه حته حادقه وحته ما وصلهاش الملح. بتنيني اقلب فيه بالشكل ده. طبعا الصينيه بتبقى سخنه لان اللبن بيبقى سخن. اهم حاجه لازم تبقي حاطه اللبن زي ما قلتلك بيغلي او سخن جدا، وبروح جايه مشغله عليه الشوايه فوق وتحت وبسيبه. احنا ملاحظين ان انا ولا حطيت زيت لسه ولا سمنه ولا اي حاجه خالص. امشوا معايا بس بالخطوات وهتطلعوا احلى صينيه رز. جيت هنا بقى عقبال ما يغلي كده في الفرن ويدي والوش اللي انا هوريهولكوا بعد شويه، قلت ان انا اعمل صينيه البطاطس معاكم. انا محبتش اكتر ولا بصل ولا فلفل، يا دوب حطيت بصلايه واحده مع فلفلايه واحده بس، لان انا كنت عايزه ان البطاطس هي اللي تكون غالبه اكتر من الخلطه، يعني بتبقى طعمها احلى طبعا. انا عيالي بيقعدوا كده بينقوا البطاطس من الخلطة، بس كمني هنا ما كترتش الخلطة بصراحة. كانت ما شاء الله عليها، كانت كلها خلصت يعني بصلصتها بخلطتها بكله. فانا برضو انصحك ان انتي يعني ما تكتريش برضو البصل وما تكتريش الفلفل، يعني هو قرن حلو قوي مع بصلاية برضو كده تقطعيها جوانح كده وتوزعيها في الصينية بالشكل ده. وبعد كده بقى جيت كنت انا نقع طبعا البطاطس في ميه، جيت صفيتها ورحت جايه بقى موزعه البطاطس على الصينيه كلها بالتساوي بالشكل ده. اهم حاجه زي ما انا قلتلك ان انتي ما تقطعيش البطاطس تقطيعه رفيعه ولا تقطيعه تخينه قوي، يعني زي ما انا وريتها لك كده التقطيعه الوسط دي حلوه خالص، ولا هتتهري منك وفي نفس الوقت قطمتها هتبقى حلوه معاكي ايه في الصينيه. كده انا جهزت صينيه البطاطس، ما عادش فاضل غير ان انا اجيب التوم بالشكل ده بس واروح جاي حاطاه فيها موزعاه. طبعا التوم ده مهروس انا مخزناه، انا ببقى دايما مفرزه عندي التوم عشان خاطر بصراحه يعني ايه بينجز، بدل ما كل مره اقعد لسه اقشر وافرم واعمل، لا على طول بطلع واروح جاي حاطاه. هنا بقى كان عندي نص كيلو سجق. طبعا السجق ده بحريتك انتي، عايزه تحطي ربع كيلو، عايزه تحطي كيلو، عايزه تحطي نص زي ما انا عملت، دي بحريتك انتي وبمقدرتك انتي. جبته لازم اديله تشويحه كده، حطيت معلقه زبده، شفتوا كده وش اللبن. في الوقت ده بقى بروح مطفيه الشوايه، وبروح جايه سايباه بس من تحت كمان شويه لحد ما الرز بيستوي. في الوقت ده بقى بروح جايه زي ما انتوا شفتوا كده، لازم ان انا اشوحه في معلقه زبده الاول. هو كده كده طبعا بينزل برضو السوائل اللي فيه، وبروح جايه حاطه عليه رشه من الفلفل الاسود، دي ضروري هوريها لكم برضو في الفيديو دلوقتي بس قبل ما بقفل عليه. هنا هعمل بس الخلطه اللي هي بتتحط على البطاطس. انا كنت هنا مفرزه الصلصه دي، بصوا يا جماعه حمرا ازاي جميله. كيس صغير ما كانش كبير، انا كنت عامله صلصه، وبروح جايه حاطه عليه ميه مغليه بالشكل ده او شوربه لو انت عندك شوربه، بس انا ما كانش عندي شوربه فحطيت الميه. والتوابل بقى عندك فلفل اسود، كمون، كزبره، بابريكا، شطه، مجايه، شويه زعتر اللي هتلاقي دلوقتي وانا بقلب لكم ان السمسم بتاع الزعتر، لان زعتر مطحون ومحطوط عليه
سمسم، بيديله ريحة حلوة قوي وطعم جميل جدا برضو. وعن برضو حطيت توابل فراخ وتوابل لحمة برضو، يعني اي توابل عندك، السبع بهارات، الحاجات دي كلها بتديها ريحة ونكهة فظيعة. يعني مسافة ما غليت غالية على البوتاجاز كانت قلبت ريحة الشقة كلها. فبروح جايه كده مجهزه الخلطه وطبعا في الوقت دوت السجق بيتشوح. هروح ركناها عقبال ما اجيب بقى السجق، لان انا عايزه ارص السجق بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي على البطاطس، واخليها بقى السجق يكمل سواه مع سوا البطاطس، وياخد بقى من طعم ونكهه الخلطه اللي انا عاملاها للبطاطس. فهبتدي كده ارصه على الصينيه بالشكل دوت اهوت. بتبقى طعمها تحفة يا جماعة، وبتبقى كلها واخدة من بعضها. طعم البطاطس بيبقى واخد من طعم السجق، والسجق بياخد من الصلصة او من الخلطة اللي انا عاملاها للبطاطس. هنا بقى كان في شوية كده سجق متفرفطين، طبعا دول لحمة مفرومة يعني، فبروح واخداهم كده واروح جاية موزعاهم برضو على الصينية، برضو بيديله طعم حلو بالشكل ده كده بقى. واروح واخدة بقى الخلطة اللي انا عاملاها، وهوب اروح جاية صباها كلها كده على صينية البطاطس، واروح جاية حطها على البوتاجاز لحد ما صينية البطاطس تستوي كده يا جماعة. ما بتاخدش منكم وقت. طبعا لازم بحط بقى هنا دي معلقة سمنة على زبدة، بحطها لان الزبدة دي انا مسيحة عليها سمنة عشان حطاها للرز، فباخد منها كده واروح حاطة. اهم حاجة ان انتوا تسووها على البوتاجاز من فوق عشان خاطر تستوي معاكم بسرعة وما تاخدش وقت معاكم في الفرن، وفي نفس الوقت تستوي بطريقة كويسة، وفي الاخر بقى تدخليها تحت الشواية بقى تاخد لون، وتبقى كده خلاص احلى صينية بطاطس معاكم. هنا بقى بروح جايه بقى مطلعه كده الرز، طبعا بتبقى الحبايه استوت ببقى اختبرتها. اروح جايه بقى مسلكاها بظهر المعلقه زي ما انت شفتي كده كل حروف الصينيه، واروح جايه منغزاها بالشكل ده عشان خاطر الزيت والسمنة يخشوا جوه الصينية. وبروح جاي حطاها تتردد مرة في الفرن كمان، يعني مثلا كمان 10 دقايق في الفرن. وبعد كده بروح جايه بقى مطفية ومغطياها، مغطية الصينية وشها، واحلى صينية رز بقى ممكن انت تاكليها في حياتك. بصوا الوش نفسه، يعني هي بصراحة بتتكلم عن نفسها. اهم حاجة بس ان انت تشربيها السمنة كويس، و وتدخليها بقى تتردد زي ما قلت لك كده بقى في الفرن. انا صينيه الرز دي ما كنتش بعرف اعملها، كانتش بتظبط معايا بصراحه. في واحده جارتي وصاحبتي هي اللي علمتني الطريقه بتاعتها، ومن ساعتها وانا معتمداها. احلى صينيه رز ممكن تتخيلوها بصراحه. بصوا هنا بقى يا سلام على بقى بصوا بتبقبق كده ببعضها مع السجق. هسيبها بقى مع نفسها لحد ايه ما تتشرب، وبعد كده بروح جايه زي ما انتوا شفتوا كده محمره وشها تحت الشوايه. وكده احلى صينيه بطاطس بالسجق مع احلى صينيه رز معمر، بالف هنا وشفا على قلبكم. مع السلامه.